يا مساء الهدوء اللي هيبطل هدوء بعد الفيديو ده. انت داخل تتفرج وانا داخل احكي لك الحكاية من اولها. حكاية بدأت بتوقع وتحولت لترند، وترند اتقلب لعباية سودا اسمها هنكشف لك مين الفنان اللي قرب يموت. يلا بينا خلف الشاشة. كابي واحدة قررت تنشر توقعات زي النشرة الجوية، بس بدل ما تقولك بكرة حر تقولك فنان هيموت. تفتح لايف تقعد بالراحة كده تقولك حاسة بفقد كبير في الوسط الفني قريب. طب يا كابي، ده إحساس ولا تنبيه ولا إعلان وفاة؟ والناس نصهم يتخض ونصهم يكتب قوليلنا مين يا كابي، والنص التالت اللي هو أنا قاعد يفكر ايه الهدف من اللعب على حتة الموت؟ يا ترى ده ترند ولا في مغزى تاني؟ ولسه الجمهور مستوعب صدمة كابي، تلاقي ليلى عبد اللطيف داخلة على الخط شايفة أحداث حزينة تخص الوسط الفني الفترة الجاية، بس من غير أسماء ومن غير تفاصيل. وده يخلي الجمهور يربط ويتخيل ويفضل يحط أسماء الفنانين واحد ورا التاني كأنه بيعمل قرعة كاس العالم. طب دي صدفة إن الاتنين يتطلعوا توقعات في نفس الفترة، ولا في حاجة بتتحضر، حاجة بتولع وتجيب مشاهدات وتخلي الناس تتكلم؟ خلف الشاشة في لعبة مش قايمة على رؤية ولا حاسة سادسة زي ما بيتقال. اللعبة قايمة على زاوية وتوقيت وتفاعل ومشاهدات وفلوس. لما تقول كلمة موت فنان بتفتح باب الرعب، والناس تلقائيا بتخش تشوف، وده يخلي اللايف يولع والقناة تعلى، والناس اللي ورا الموضوع تبقى مبسوطة جدا، لأن الرعب أسهل وسيلة لجذب الجمهور ما بين ناس بتتخض وناس بتاخد الموضوع هزار، وفي الآخر الطرفين بيخشوا يشاهدوا، يعني الاتنين بيكسبوا. كابي وليلى اسمهم يفضل متصدر، والفنان اللي بيتقال اسمه ما يعرفش حتى انه مات في ترند الصبح، وصحى بالليل لقى جمهوره بيترحم عليه. عارفين اللي هو انا لسه صاحي من النوم، متوفيني بدري ليه؟ خلينا واقعيين ان مفيش حد شايف الغيب، لكن في ناس بتعرف تمسك الاحداث اللي بتحصل وتحولها لتوقع قابل للتحقق. فنان كبير سنه كبير عنده مشاكل صحية معلنة، يبقى فرصة ذهبية ان حد يلمع. لو عاش محدش فاكر، لو حصل له حاجة يبقى احنا اتنبئنا. وده بقى يبقى اسمه لعبة الاحتمالات مش لعبة التوقعات. بعد شوية الموضوع ما يبقاش كابي وليلى بس، تلاقي كل يوم واحدة جديدة طالعة تقولك أنا حسيت، أنا شايفة، أنا اتكشفت لي رؤية، وكأن الوسط الفني بقى بورصة توقعات الموت. والمشكلة إن ده بيفتح باب لأي حد يدخل اللعبة، وكل اللي عليه يعمل لايف ويمثل إنه متأثر ويقول كم جملة غامضة والناس تصدق. ليه؟ لأن الرعب بيجذب والغموض بيشعلل الفضول. وطبعا وسط كل ده في حد ناس كتير بتنساه، الفنان نفسه اللي بيصحى الصبح يلاقي اسمه بتصدر ترند هيموت قريب. تخيل نفسك بتفتح الموبايل تلاقي الناس بتترحم عليك أو بيسألوا هو مات ولا لسه. في ناس بتضحك، بس الفنان بيبقى قاعد بيسأل نفسه أنا عملت إيه عشان يمشوني بالعافية، ويتنرفز ويمكن يخاف. وده جزء الناس ما بتشوفوش. الجمهور بقى واقف محتار، ناس تقول ليلى عندها بعد سادس، وناس تقول كابي هو الصوت العاقل. لكن الحقيقة الاتنين بيكسبوا، واللي بيتفرج بيدفع من وقته ومشاعره ويفضل يسأل نفسه هو في ايه. احنا هنا خلف الشاشة مش بنهاجم حد، بس بنوريك الزوايا اللي محدش بياخد باله منها، لان كل ترند وراه قصة، وكل قصة وراها ناس، واللي قدامك مش دايما الحقيقة، لكن اللي ورا الكاميرا هو اللي بيلعب الشطرنج. وفي الآخر قناة خلف الشاشة بنشوف اللي غيرنا ما بيشوفوش. لو وصلت معايا لغاية هنا قول لا إله إلا الله، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ما تنساش اللايك والاشتراك عشان يوصلك كل جديد من حكايات خلف الشاشة.